جابر بن حيان. ولد ابن حيان في طوس إيران في عام 721 من الميلاد. عاش في العصر العباسي وكان واحدا من أبرع العلماء في مجالات عدة أبرزها الكيمياء. اعتبر أول من استخدم الكيمياء عمليا في التاريخ، ولقب بأبو الكيمياء. تم اتهامه بالزندقة والكفر، والبعض اعتبره ساحرا من كبار السحرة. أبو نصر محمد الفارابي. ولد الفارابي في فاراب كازاخستان في عام 874 من الميلاد. يعد واحدا من أبرز الفلاسفة في التاريخ الإسلامي، كما ذاع صيته في الطب بسبب اهتمامه بالمنطق. لقب بالمعلم الثاني، أسوة بأرسطو المعلم الأول. يقول ابن العماد في شذرات الذهب إن العلماء قد اتفقوا على كفر الفارابي وزندقته. أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. ولد ابن سينا في بخارى أوزبكستان في عام 980 من الميلاد. كان طبيبا بارعا، من أشهر آثاره كتاب القانون في الطب، لذا لقبه البعض بأبو الطب. تم تكفيره ووصفه بالملحد الزنديق. أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي. ولد الكندي عام 805 من الميلاد. برع في علوم كثيرة كالفلسفة والمنطق والطب والرياضيات والفلك، وقد كتب فيها جميعا ما لا يقل عن 260 كتابا. ويلقبه البعض بمؤسس الفلسفة العربية الإسلامية. وكعادة الفلاسفة كفر الكندي نتيجة لفكره، واعتبره الكثير منجما ضالا متهما في دينه. أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد. ولد ابن رشد في قرطبة عام 1126 من الميلاد. عرف بشرحه لكتابات أرسطو التي حظي بها بباع كبير بأوروبا في أيامه تلك. اشتهر ابن رشد بكتابه تهافت التهافت وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. هذا الأخير أكد فيه ابن رشد على التفكير التحليلي كشرط لتفسير القرآن، خلاف ما هو متداول في التفسير. اعتقد ابن رشد بقدم العالم وأزليته. اعتبروه فيلسوفا ضالا ملحدا. أبو علي الحسن بن الحسن ابن الهيثم. ولد ابن الهيثم في العصر العباسي في عام 965 من الميلاد. يعد واحدا من أعظم علماء الإنسانية، وقد ألف أكثر من 200 كتاب في مجالات عديدة كالرياضيات وعلم الفلك والفيزياء والهندسة والفلسفة العلمية. لم يسلم ابن الهيثم من التسفيه بعدما اعتبره البعض ملحدا خارجا عن الإسلام كأمثاله من الفلاسفة. أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي. ولد الرازي في الري إيران عام 864 من الميلاد. يعد الرازي واحدا من علماء العصر الذهبي للعلوم، ويصفه البعض بأعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق. ألف الرازي كتاب الحاوي في الطب الذي ضم جميع المعارف الطبية منذ أيام الإغريق وحتى عهده بالحياة. هذا الكتاب ظل مرجعا أساسيا في الطب بأوروبا حتى بعد 400 عام من تأليفه. الرازي برع أيضا في الرياضيات والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. تم اتهام الرازي بالإلحاد والزندقة، مما أدى إلى النتيجة التي سعى لها خصومه منذ البداية، فتم قتله. تكفير التفكير وتكفير السؤال والشك وإعمال العقل هي عادات دأب عليها العديد من فقهاء التاريخ الإسلامي، وما زالوا حتى اليوم.